رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مساء الورد والفل والياسمين عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، داخلين على شهر الخير، شهر رمضان. اول تفريزاتنا بقى واستعداداتنا لشهر رمضان المبارك. عملت معاكم تفريزات حلوة جدا للفراخ. انا دايما بحب ان انا اعملها سواء لرمضان سواء الايام العادية، لما بيكون عندي يعني مثلا كمية من الفراخ بحب اعمل فيها كده، بتسهل عليا الوقت والشغل والمجهود، وكمان بتحس ان فيها بركة كده، وعملت منها اصناف كتير. تعالوا بينا نسمي الله كده ونخش على الفيديو بتاعنا ونشوف النهارده اول حاجة هنحضرها هي ايه. هي التوابل. بما اني هفرز النهارده كمية حلوة من الفراخ، فانا محتاجة لها كمية من التوابل عشان بقى احط كل شوية توابل، اجيب التوابل كلها جنبي. فانا بسهل على نفسي الشغل، وبحب ان انا انظم ايه شغلي وانا واقفة في المطبخ. عملت كده بولة من التوابل. عايزة اقول لكم ان الكمية اللي انا عملتيها قضت معايا الست فرخات اللي انا كنت بفرزهم او بتبلهم، قضت معايا بالظبط. حطيت بقى معلقه من ايه، اولا انا هسيب لكم البهارات دي تحت في صندوق الوصف. البهارات اللي انت بتحبيها ضيفيها، كل البهارات اللي انا بحبها، بحب نكهتها وبحس ان هي مش هتغير معايا الطعم وهتديني النتيجه اللي انا عايزاها، ضفتها هنا. ضفت معلقه بقى او معلقتين كده زي ما انتم شايفين، على الكميه اللي انت عايزاها، معلقه او اتنين، او تقدري تعملي منها برطمان كبير وتجيبي ب5 جنيه من كل حاجه موجوده معاكي. واحنا شغالين مع بعض هقول لك التوابل ايه بالظبط. الاول زي ما انتم شايفين كده مع بعض، معايا 6 فرخات. ابتديت ان انا اغسلهم الاول وانقعهم في ميه و... وملح. دي اول حاجه. بعد كده بغسلهم، بنقعهم الاول في ميه وملح وسكر، وبسيبهم الاول ساعتين. وبعد كده باخدها اغسلها كويس جدا بالطحينه. الطحينه حاجه تحفه جدا جدا. هي معلقه، محدش يقول لي الطحينه غاليه وهنغسل، لا، معلقه واحده بتنقعي فيها الفراخ او بتغسلي فيها الفراخ، عايزه اقول لك بتقضي على الزفاره نهائيا، ما بتخليش فيها اي ريحه زفاره ابدا. وبعد كده بسيبهم يصفوا كويس جدا. ابتديت ان انا اخلي الفراخ بتاعتي، والفراخ بتاعتي خليت من الصدور لوحدها والوراك لوحدها. وتعالوا بينا نسمي الله. وخدت كده اول صدرين من الفراخ من الصدور اللي معايا، وابتديت اقطعها شرايح بالطول. هنعمل بيها ايه؟ هنعمل الستريبس او الفراخ كنتاكي. دي الخلطه دي لاي حاجه بقى، حابه تعمليها بالصدور، حابه تعمليها بالوراك، بالدبابيس، اللي يريحك. حطينا هنا كوبايه كده من الحليب، تقدري تستبدليها بالميه لو انت ما عندكيش لبن. حطيت عليها معلقتين من البهارات اللي احنا عملناها، وابتديت انزل بصدور الفراخ. بنقطعها عكس الانسجه كده، بنقطعها بالطول. انا هعملها ستريبس. ولادي بيحبوا الستريبس، يعني بيستسهلوها احسن من يكون قطعه الفراخ على بعضها. فهنسيبها بقى نص ساعة كده ونحضر عبال ما تتنقع معانا بقى. طبعا نص ساعة، ربع ساعة، 10 دقايق عبال ما نجهز الشغل اللي احنا فيه. لان هنا مش هنعتمد على النقع قوي او نسيب الحاجة تتبل وقت طويل، لان احنا كده كده اوريدي هنسيبها في الفريزر تتبل في التتبيلة دي لحد بقى مثلا شهر رمضان فاضل لنا حوالي 20 يوم. مش يعني مش وقت مش قليل، وبرده مش كتير قوي. وانا بحب ان انا اخليها في الاخر كده، مش بحب اجهزها من شهر او من قبل كده علشان ما تقعدش معايا مدة طويلة، وكمان ما استهلكهاش في البيت. حطيت هنا كوبايه من الدقيق، حطيت ربع كوبايه من النشا، وشويه من البهارات بتاعتي، وحطيت نص معلقه من الكركم عشان تديني لون حلو. دي التغليفه اللي انا هغلف بيها الستريبس بتاعي. جبت طبق كده من الميه، ميه عاديه من الحنفيه، وابتديت ان انا اخد بقى الصدور بتاعتي ديت او الشرايح بتاعتي من التتبيله بتاعتنا، نحطها في الدقيق ونحطها في الميه ونكررها. عايزه الطبقه بتاعتك تكون سميكه او مضاعفه، حطيها مرتين، بس انا بفضل طبقه واحده بس علشان هتدينا الشكل. وحاولي ان انت تنطريها كويس جدا من الدقيق عشان تديك الشكل المخرفش ده، اللي هو شكل الكريسبي يعني. وانا بفضل طبقه واحده زي ما قلت لك علشان تتقلي معايا وتستوي من جوه. الطبقات دي ما تعملش عازل كبير. وحطيتها زي ما انتم شايفين في علبه تلاجة، في فويل، في اي حاجه، في فوم قصدي. وحطيت بقى، بحط بين كل طبقه وطبقه كيس بلاستيك. ده ضروري جدا عشان لو انت حطيتيها كلها فوق بعضها وطلعتيها هتحسي ان هي بلوك، وهتبقى تلج، وهتبقى معجنه، ومش هتعرفي تستخدميها ابدا ولا تطلعيها. دي اول وصفه معانا جهزت. بعد كده تعالوا نعمل مع بعض الشاورما. الشاورما حلوه جدا، نقدر نعملها بقى في سندوتشات بقى. نعمل عيش الصاج كده مع بعض، وهعمل لكم العيش ده طبعا. ونعملها في سندوتشات، نقدر نحطها في الكريب، نقدر نخليها لوحدها كده مع مكرونه وبطاطس وسلطه. هتبقى سهله وسريعه. قطعت الصدور عندي برضو شرايح رفيعه كده زي ما احنا شايفين. هنا دي زبادي، والزبادي دي شايفين قوامها كده، لان انا مروبه، كان عندي لبن فروبت. الولاد جابوا زبادي فخدت شويه روبتهم. انا هنا بوفر، مش لازم انا اروح اشتري لي ب 20 جنيه زبادي عشان احتاجهم من الوصفات بتاعتي، لا، روبت بس علبه كده صغيره من الزبادي، نفعتني زي ما انتم شايفين. واديني وفرت، وفي نفس الوقت عملت حاجه في البيت. خدت منها كده عليها معلقتين من البهارات بتاعتنا. شايفين بقى البهارات اللي احنا عملناها دي نفعتنا ازاي. حطيت عليها عصير ليمونتين او عصير ليمونه. يبقى احنا اللي استخدمناه هنا الزبادي
الزبادي، عليها البهارات بتاعتنا، عليها الليمون، وعليها طبعا بشوف الملح بتاعي، بدوق طبعا وانا بقلب كده، بدوق الملح، لو حسيت انها محتاجه شويه ملح بزود لها. بعد كده بنزل بالشاورما بتاعتي وبقلبها كويس جدا في الخلطه بتاعتي. شايفين الخلطه بتاعتي شكلها عامل ازاي؟ يعني ليها قوام كده متجانس مش ميه. هنا بقى هسيبها كده في قلب الخلطه دي، ونجيب بقى الاطباق الفويل بتاعتنا، نفرد فيها كده اكياس من اكياس التلاجة، ونحط فيها بقى، تقسمي بقى الوجبه على قد افراد اسرتك او حسب ما انتوا يعني بتستخدموا. انا بفضل ان انا احطها على طبقين، بحيث ان احنا لو مثلا حبيت ان انا اطلع طبق مع حاجه تانية واسيب الطبق لاكله تانية، يبقى عندي ايه متاح، ما اطلعش وافرز وارجع تاني. تعالوا نعمل بعد كده تتبيله للفراخ حلوه جدا. معايا هنا بصلايه مبشوره، طماطمايه مبشوره، وقرن فلفل مبشور. كل ده انا بشرته في المبشره العاديه، ما طلعتش الكبه ولا حاجه، سهلت على نفسي على قد ما اقدر. حطيت كده معلقه من الصويا صوص، حطيت معلقه من دبس الرمان، ما عندكيش دبس الرمان تقدري تستغني عنها وعن الصويا صوص بمعلقه من الصلصه، او معلقه من الكاتشب، او تقدري تضيفي معلقه عسل نحل، عندك دي البدائل بتاعتنا. ضفنا كمان عصير ليمون، ضفنا كمان معلقه من الخل، وبنقلب كل البهارات ديت احلى تتبيله ممكن تعمليها للفراخ المشويه. وطبعا بظبط الملح، وبضيف كمان هنا بقى شويه من الجنزبيل. دي بقى الاضافات ديت بتبقى حاجات اضافيه اختيار. وكمان زودت الفلفل الاسمر، الفلفل الاسمر بيبقى حلو جدا في الفراخ المشويه زي ما قلت لك. وضفنا الخل، يبقى احنا استخدمناه، حطيناهم كلهم على بعض كده. تقدري طبعا انت تضربيهم في الخلاط في الكبه. انا هنا عامله كميه صغيره لان انا هعمل فرختين اتنين بس. زي ما انتم شايفين كده، كنت قاطعه الفراخ بتاعتي دي بالنص كده او بالطول، بحيث انها تكون يعني تبقى اعرف اتبلها كويس، كمان تتحفظ معايا بصوره كويسه وتتلج معايا اسرع. وانا لو حابه بقى ان انا اطلع فرخه النهارده، يبقى الفرخه لوحدها في كل طبق كده، فرخه مع نفسها يعني. وببتدي ان انا اتبلهم واحط عليهم التتبيله الباقيه، ومن كده هم طبعا هيقعدوا معايا فتره في الفريزر يتبلوا. وده تاني نوع او تالت نوع تقريبا خلص معانا. بعد كده تعالوا نعمل رابع نوع معانا. عندنا بقى الوراك اللي احنا كنا عينينها، قسمتها لدبوس، والقطعه اللي فوق حطيت برضو زبادي، وهحط هنا كمان معلقه كبيره كده من الصويا صوص. الحاجات دي فعلا بتفرق جدا في الطعم وبتدي اختلاف. ومعايا معلقه كبيره من دبس الرمان، وزي ما قلت لك البدايل بتاعه دبس الرمان وبتاعه الصويا صوص لو مش موجودين عندك، مش قادره ان انت تجيبيهم او حاسه ان هم فيهم تكلفه، العسل النحل بيقضي، العسل الاسمر بيقضي بيدي برضو نفس النتيجه. الصلصه، الكاتشب، الحاجات دي برضو هنا حطيت كمان علشان اعزز اللون والطعم. حطيت كيس كده من الكاتشب، وابتديت احط عصير ليمون. عصير الليمون مصاحبنا في كل الوصفات بتاعه الفراخ، حلو جدا، بيدي مزازه هايله للفراخ، بيقضي على الزفاره، بيحافظ على ان هي تبقى الطعم، تحتفظ بطعم التوابل دي، وطعم التوابل يظهر معايا. الليمون بيظهر طعم التوابل قوي. بعد كده قلبت الخلطه بتاعتي، وطبعا الزبادي، ما عندكيش زبادي ممكن تستخدمي شويه من اللبن الحليب، هيقضي الغرض برضو. بس الزبادي بتخلي الانسجه بتاعت الفراخ بتاعتنا طريه، بتخليها كده دايبه دوب. هنا كمان الاضافه دي حلوه جدا جدا جدا، جربيها. المايونيز، حطيت معلقتين 3 كده من المايونيز، بيخلوا طعمها، بينقلها في حته تانية. اضافات بسيطه بتغير من طعم الفراخ، هي نفس الفراخ هي اللي احنا بنستخدمها، بس باضافات معينه، باختلافات معينه بتغير لنا طعم الفراخ. وطبعا كل ما بنحطها في اكله بتختلف معانا، يعني مش لازم ناكلها كلها بقى ان كل يوم نعمل فراخ مسلوقه ومحمره او فراخ مشويه، لا، هنعمل مع بعض اصناف كتيره. ده تغيير للطعم، وكمان علشان ما نحترش كل يوم في ان احنا نعمل اكل ايه. انت هيبقى عندك الطبق بتاعك جاهز كده في الفراخ، عايزه تطلعي بقى الدبابيس دي وتحطيها في صينيه بطاطس او خضار في الفرن هتبقى شغاله، عايزه تعمليها كنتاكي للولاد هتبقى شغاله، عايزه تشويها كده في الفرن هتبقى شغاله، عايزه تعمليها جنب اي حاجه هتبقى حلوه جدا معاكي متبله. وبصوا سهله وسريعه ومنجزه للوقت، وحاجه كده في منتهى الجمال. زي ما بقولك التفريزات دي بتنفعك حتى في الايام العاديه، انا نفسي في الايام العاديه بعمل كده. وكمان لو انت موظفه بقى، يا سلام، الحاجات دي هتسهل عليك الدنيا. انا مش موظفه بس بحب جدا 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 الترتيبات المسبقه دي، بتسهل عليكي يومك، بتخلي عندك فضا في اليوم، ما عندكيش حيره في الاكل. وكمان في شهر رمضان احنا محتاجين يكون عندنا وقت، مش عشان ننام فيه ولا نقعد فيه، عشان تقدري تختمي فيه القرآن، تخرجي براحتك، تروحي تزوري قرايبك، يبقى عندك فرصه للعباده كويسه جدا، فرصه ان انت تقعدي تقضي يومك، يبقى عندك فيه اريحيه وتكوني مرتاحه. هنا فرمت كده حوالي 1.5 كيلو من الصدور، انا هاخد نصهم هنعمل بيهم وصفتين. خدت نصهم كده يعني بالوايم كده، خدت نص ده هنعمل، حطيت عليه بقى يعني قطعه كده من الدهن او اللي، علشان احنا عارفين ان الصدور بتبقى ناشفه ما بيبقاش فيها دسم. وحطيت عليها كمان بصلايه مفرومه، وحطيت عليها معلقه من هريسه الشطه، وحطيت عليها معلقتين
من البهارات بتاعتي، وهحط عليها كمان كيس من الفيجيتار الجاهز ده. كيس الفيجيتار ده خلي بالك بيكون فيه برضو بهارات، بيكون مملح، ضفته كمان حلو جدا التتبيله دي مع بعض. طب لو انا ما عنديش هريسه الشطه ممكن قرن فلفل احمر لو عندك. هنا نعمل مع بعض الكفته الفراخ دي من الحاجات الحلوه جدا، لو انت ما جربتهاش جربيها، بتبقى هايله جدا واختلاف وتغيير للطعم. هنا بقى الصوص اللي احنا عملناه ده، خدت معلقه كده من الصلصه، حطيت عليها شويه من الزيت، وحطيت عليها شويه من البهارات وشويه من الملح وشويه من الفلفل الاسمر، معلقه من السكر، وقلبتهم كلهم مع بعض كده، وشويه من ميه البصل لو موجود. ما عندكيش ميه بصل، حطي شويه ميه عاديه جدا من حنفيه، مفيش مشكله خالص، زي ما انا عملت كده. وابتدي اقلب الخليط ده علشان يخلي الفراخ ما تلزقش في ايدي. ثانيا بيدي الكفته بتاعتي لون حلو قوي، كمان بتتحمر كده وبيديها لمعه. يعني الصوص ده كمان بيطعم اللحمه بتاعت الفراخ، يعني ما تستهونيش بالحركه دي او ما تلغوهوش، هو حلو جدا وبيدي لون وتست حلو قوي للفراخ عندنا شايفين. وكمان الكميه اللي هتبقى معايا باخد بالفرشه كده وبدهنها، علشان لما اجي حتى الفراخ هتشوفوها معايا هيبقى لونها حلو قوي، هيحافظ على ان لونها حلو، بتدخل الفرن ما تطلعش بيضه كده ولا لونها، تدي اللون الذهبي اللي بيشهي ده. هحط الكميه اللي معايا دي كده، ويبقى كده خلصنا الكفته معانا. شايفين بقى سهله جدا وبسيطه وجميله، وكمان طعمها حلو. جنب بقى مكرونه، شويه بطاطس، شويه سلطه، ممكن جنبهم صينيه جلاش باللحمه المفرومه لو انا عامله عزومه، وممكن ان انا احط طبق ده يكون طبق اضافي كده لهم. مستعجله، الحاجات دي بصراحه بتبقى حلوه قوي، وتغيير كمان زي ما قلت لكم للطعم. الجزء اللي بقى معانا بقى من الصدور، انا عملت معاكم قبل كده الناجتس في الفيديو ده، هسيبه لكم برده في علامه الاي فوق، او في صندوق الوصف تحت. شوفوا برده الناجتس من الحاجات الحلوه جدا وطعمها جميل جدا. ضفت هنا حوالي نص كوبايه من البقسماط، ضفت بصلايه مبشوره، وضفت كمان بقيه البهارات اللي عندي. دي اخر وصفه معايا، كانت فعلا البهارات بصوا بالشعره، والله هي جت مع يعني انا بصوا عيني ميزاني، يعني انا الحمد لله بعرف اقدر الحاجه كويس، ده من كتر ما انا بستخدم طبعا، وانت ايدك في الحاجه فبتبقي عارفه تقدريها. حطيت كمان الصلصه، بقيت كيس الصلصه اللي كان معايا. وابتديت ان انا بقى ايه اقلب كل الكلام ده مع بعض. شايفين بقى هنعمل مع بعض البرجر، حاجه سهله وجميله جدا، وكمان طعمه انضف من بره بكتير. بجد يا جماعه بلاش نشتري اي حاجه من بره، بجد والله العظيم حاجات بره وحشه وسيئه للغايه. يعني انا مش بقول لكم كده علشان حاجه، علشان انتوا تعملوه في البيت فعلا اوفر، مش عشان كمان التوفير، هي اوفر فعلا بس انضف بكتير قوي قوي، يعني بمراحل. بجد الواحد لما بيعمل الحاجه في البيت وبيكون كلها من بره بيعرف الفرق فعلا. لو انت جبت الحاجه من بره وجربتيها انت في البيت هتعرفي الفرق، ومش هتجيبي اي حاجه تاني من بره. بعد كده بقى زي ما انتم شايفين انا ما عنديش مكبس البرجر، مش عارفه ليه لحد دلوقتي، مع اني بشتري حاجات المطبخ ومجنونه بحاجات المطبخ، بس اكتشفت ان انا لحد الان ما اشتريتش مكبس البرجر، ان شاء الله اشتريه. فجبت غطا علبه عندي كده طبعا، وابتديت احط فيها كيس تلاجة. وعايزه اقول لكم ان انا حطيت ربع كوبايه من الزيت على البرجر ده وانا بعجنه، علشان لو حسيت ان هو بيلزق معاكي زوديه معلقه زيت، هتلاقيه متماسك كده وحلو جدا. المفروض ان احنا بندخله التلاجة مثلا ربع ساعه ونص ساعه، انا طبعا ما كانش عندي وقت ان انا ادخله، زي ما انتم شايفين مش بيلزق في الايد ولا اي حاجه. بحط بقى على الغطا اي غطا عندك، برطمان، غطا علبه، المهم يكون مدور زي ما انتم شايفين كده. وباخد بقى قطعه كده الحجم اللي انت عايزاه. انا عملت تقريبا حوالي 4 كبار، بس حسيت ان دول كبار قوي، يعني هيبقى حجمهم كبير قوي، وهيبقى معايا كميه قليله، فابتديت ان انا اجيب غطا برطمان اصغر، وابتديت ان انا اعمل شويه صغيرين، بحيث ان هم طبعا احنا عارفين ان الصيام الواحد بيبقى يعني ما بناكلش كتير، فمش عايزه إن اللي ياخد واحده يعني ما نهدرش بمعنى اصح. شايفين كمان جات لي الفكره دي، عملت خطوط كده بالسكينه بحيث ان هو يديني الشكل بتاع بره، وفعلا نجحت. يعني كنت بجربها مع نفسي كده، قلت لو انا عملت لها خطوط كده هل هيبقى شكلها حلو؟ فعلا اديتني النتيجه. بين كل برجرايه وبرجرايه كنت بحط كيس من التلاجة او ورق زبده اللي انت عايزاه، لانك طبعا لو حطيتيهم على بعض هيلزقوا كده. الفيديو بتاعنا النهارده انتهى، عملنا مع بعض الوصفات دي، يا رب يكون عجبكم الفيديو وتنفذوها. اشوفكم على خير.